تدور على شبكه الواي فاي بتاعتك مش هتلاقيها. قفلت الراوتر وفتحته وعملت اللي عملته، انسى، برضه مش هتلاقيها. طب الكلام على ايه؟ الكلام على ضغط الزرار. ضغط الزرار هتخلي شبكه الواي فاي بتاعتك تختفي من الوجود. بص يا سيدي، ادخل على اي براوزر بتستخدمه وفي خانه اليو ار ال اكتب 192.168.1.1.1 علشان ندخل على صفحه الراوتر بتاعتنا، واكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعك، وزي ما قلت لك الفيديو اللي فات هتلاقيهم على ظهر الراوتر، ودوس على هوم نتورك واختار ويلان سيتنجز، وبعدها اختار دبليو انكريبشن. هتلاقي عندك حاجه اسمها هايد برودكاست، وفي راوترات وي بيبقى اسمها SSID configuration، وعند هايد بتدوس على اون وسيف يا باشا. كده دلوقتي كل الاجهزه المتصله على الواي فاي هتفصل بما فيهم جهازك انت كمان، ولما تيجي تدخل على اعدادات الواي فاي في موبايلك مش هتلاقي اسم الشبكه، وكمان مش هتبقى متصل بالانترنت. طب وبعدين اتقل بقى، هتلاقي عندك اختيار انك تكتب اسم الشبكه مانيوال والباسورد الجديد اللي لازم تغيره كده كده، ودوس على كونكت، ومبروك عليك يا باشا، الانترنت رجع يشتغل عندك تاني